تفاصيل مشاركة سيادة الرئيس اليوم في احتفالات عيد النصر ولقاءاته مع الرئيس بوتين ومع القادة، وأيضا ما تم منذ قليل من لقاء مباحثات وقمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي بوتين مع وفدي البلدين. نعم، منذ نحو 15 دقيقة بدأت بالفعل وقائع القمة المصرية الروسية الهامة بحضور وفدي البلدين. يترأس الوفدين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي يترأس الوفد المصري بطبيعة الأحوال، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رأس وفد رفيع المستوى. تدور إلى الآن هذه القمة المغلقة بين وفدي البلدين، وكما تابعنا منذ قليل كانت هناك كلمات ترحاب من الجانبين. أكد في الكلمة الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية العلاقات المصرية الروسية التاريخية الوطيدة، وتحدث عن أحد أبرز هذه الجوانب التي تحملها هذه العلاقات الثنائية التي وصفها بأنها علاقات استراتيجية منذ توقيع البلدين على اتفاقية الشراكة الشاملة في عام 2018 ودخلت إلى حيز التنفيذ عام 2021. وتحدث عن أن مخرجات هذه العلاقات القوية الاستراتيجية انعكست على الأوضاع الاقتصادية والحالة الاقتصادية بين البلدين. تحدث عن أن ميزان التبادل التجاري وصل إلى 9 مليارات دولار، وتحدث عن أن مصر هي أكبر شريك تجاري لروسيا في أفريقيا، تستحوذ على 33% من حجم التجارة الروسية في القارة الإفريقية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ كلمة سيادته بالترحيب بهذه الزيارة والتأكيد على أهمية هذه العلاقات المصرية الروسية التاريخية، وهنأ روسيا قيادة وشعبا بمناسبة الاحتفال بأعياد النصر التاريخي في العاصمة موسكو. وأكد سيادته ترحيب مصر بتعزيز العلاقات بين القاهرة وموسكو في المرحلة المقبلة استنادا على ما تحقق من خطوات ناجحة خلال السنوات القليلة الماضية. القمة تحولت إلى قمة مغلقة منذ قليل، وتدور إلى الآن هذه القمة بحضور وفدي البلدين. قمة من المنتظر أن تتناول بشكل أكثر تفصيلا مجمل العلاقات الثنائية التي جمعت وتجمع بين القاهرة وموسكو على مدار عقود طويلة. الحديث يدور خلال القمة عن سبل دفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب. سوف يتم أو من المنتظر أن يتم الحديث أيضا عن أحد أبرز مخرجات هذه العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو. نتحدث هنا عن مشاريع ضخمة توليها القيادتين السياسيتين في البلدين في مصر وروسيا أهمية بالغة. نتحدث عن محطة الضبعة للإنتاج الطاقة الكهربائية، 4 مفاعلات سوف يدخل المفاعل الأول منها الخدمة في عام 2028. يجري العمل بإنجاز متسارع عبر الخبرات الروسية والأيدي العاملة الماهرة المصرية لإنجاز هذا المشروع الضخم الذي يناهز حجم الاستثمارات الروسية وأيضا حجم القرض الحكومي الميسر الممنوح للدولة المصرية ما يناهز 25 مليار دولار لإنتاج أكثر من 4800 ميجا وات سنويا. أيضا المشروع الثاني الذي من المنتظر أن يتطرق إليه الرئيسان مشروع إنشاء وتدشين المنطقة الصناعية اللوجستية الروسية في منطقة تنمية محور قناة السويس تحديدا في شرق بورسعيد باستثمارات تناهز 7 مليارات دولار. أكثر من 32 شركة روسية بالفعل تقدمت بطلبات لتأسيس مكاتب لها ومصانع داخل هذه المنطقة الصناعية لبدء نشاطها على الفور، بالإضافة إلى عدد آخر من الشركات الروسية أعربت عن رغبتها المستقبلية في ضخ استثمارات جديدة لها في السوق المصرية عبر هذه المنطقة الحيوية. بخلاف العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، هناك تأكيد خلال هذه القمة على توافر الإرادة السياسية لدى الجانبين لدفع تعزيز أطر التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة استنادا على كل هذه المخرجات الإيجابية التي تحملها العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو. بطبيعة الأحوال القمة المصرية الروسية التي تدور الآن من المنتظر أن تتطرق أيضا إلى عدد من القضايا ومستجدات الأوضاع في المنطقة ذات الاهتمام المشترك. من المنتظر أن تتصدر القضية الفلسطينية مباحثات القمة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
في إطار رؤية شاملة وإطار تطابق للرؤى بين البلدين حيال ضرورة حلحلة هذه الأزمة بما يتناسب ويتلائم مع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة حتى حدود 4 يونيو عام 67،